السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى نرجع شوية لورا واكلات اهالينا الجميلة والزمن الجميل، ونرجع كل الاكلات الجميلة، اكل امي وامك وستي وستك. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وللصراحة الأكلة دي رجعتني سنين طويلة قوي وأنا صغيرة، كانت أمي بتعملها وكنت بحبها جدا من إيد أمي الله يرحمها. دعوة من قلوبكم الطيبة لأمي بالرحمة. في حلة على النار حطيت فيها حوالي نص كوباية من الزيت، وكمان حطيت فيها معلقة من السمنة، وكمان كان معايا بصلتين كبار متقطعين ناعم زي ما انتوا شايفين، نزلت بيهم على السمنة والزيت زي ما انتوا شايفين. قلبتهم كويس جدا مع بعض لحد ما لون البصلة احمر زي ما انتوا شايفين كده، وكان معايا حوالي 5 فصوص من التوم مفرومين كويس، نزلت عليهم زي ما انتوا شايفين كده، واستنيت على ريحة التوم لما مجرد لما تطلع. الاكله دي رغم بساطتها يا جماعه الا انها طعمها جميل جدا. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. وكان معايا في الوقت ده حوالي نص كيلو من عصير الطماطم، نزلت بيها على البصله كده زي ما انتوا شايفين، وقلبتهم كويس جدا مع بعض لحد ما كل المكونات اختلطت. وبعد كده نزلت على الصلصه بتاعتي بمعلقه كبيره من الملح زي ما انتوا شايفين. بقى مع بعض، تعالوا بقى مع بعض نشوف البهارات بتاعتنا. نص معلقه من الكزبره الناشفه، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من الكمون. دي البهارات الاساسيه بتاعت زمان يا جماعه اللي كان اهالينا بيستخدموها، وكمان دي في حاجه اختياريه ممكن تحطوها او ما تحطوهاش زي ما تحبوا. مكعب مرق الدجاج ممكن تستخدموه او لا. قلبتهم شويه على النار ولحد ما تقلت كده وقصرت، وسبتها تتسبك كويس جدا زي ما انتوا شايفين. تقلت معايا، شايفين لونها وجمالها. بجد الاكله دي كان طعمها حلو جدا يا جماعه، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وكان معايا كيلو من الرز المصري مغسول ومتصفي كويس، نزلت بيه على الصلصه زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. قلبتهم كويس جدا مع بعض زي ما انتوا شايفين لحد ما اختلط الرز بالصلصه كويس جدا، وكل حبايه اتغلفت بالصلصه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نزلت عليهم بالميه المغليه زي ما انتوا شايفين، وقلبتهم كويس جدا مع بعض. الاكله دي يا جماعه اقتصاديه وموفره. لما تكون الميزانيه مثلا معاكي كده مش تمام، ممكن تعمليها. ممكن برضو هتقدميها جنب فراخ، ممكن تقدميها جنب لحمه، ممكن زي حالتي كده لما انا عملت كده تعملي جنبها شويه بطاطس، شويه بدنجان مقلي، اي حاجه من دي هتأدي الغرض وهتبقى تمام وجميله جدا. والاكله دي جميله جدا برضو، ممكن تنفعك في العزومات. اكله جميله جدا. قلبتهم كويس جدا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده غطيت على الرز زي ما انتوا شايفين علشان ايه؟ يكمل السوا بتاعه. تعالوا بقى نشوف الرز بتاعنا بعد ما استوى جميل ازاي ومفلفل وكمان شكله تحفه. تعالوا بقى نغرف احلى طبق رز زي ما انتوا شايفين. معايا طبق غرفت فيه الرز زي ما انتوا شايفين كده، وكمان جبت طبق كبير زي ما انتوا شايفين كده وقلبت عليه طبق الرز اللي انا غرفته من شويه ده. شكل الطبق جميل جدا وتحفه وبيتكلم عن نفسه. مستنيه رايكم في الاكله البسيطه واللذيذه دي، تجربوها. ومستنيه تعليقاتكم الجميله، وتقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، واشتراك في القناه. كنت معكم صباح السعيدي من مطبخ توكلنا على الله. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك، ومع الف سلامه.